السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مكاننا فين؟ 24 شارع محمد مجدي ارض شريف بجوار مكرونة ابو سليمان. مكاننا جملة الجملة، وبنبيع قطاعي بسعر الجملة. اولا في تنويه معين، مراوح حجازي انا مش شغال فيها، لكن هي انا بعرضها لانها في نفس المستوى بتاع تورنادو الدبليو دبليو، وفي نفس مستوى الفريش اللي هو الرافال. فانا دلوقتي جاي اكلمك على احسن البدائل وانت نازل تشتري مراوح، تشتري ايه وباسعار ايه. فانت ركز معايا واعمل لايك واعمل شير القناة وعرف غيرك، ماشي؟ ويا رب افيدكم. نبدأ أول حاجة بمراوح السقف. مراوح السقف بتبدأ اللي هي الحاجات الشعبي اي تي ايه، وعندك كارنفال، وعندك ناشونال، وعندك مراوح كتير قوي اللي هي الشعبي دي. في حدود الكرتونة بتاعتها 2400 جنيه، يعني الواحدة عاملة 800، الكرتونة فيها 3. بتخش بعد كده في الفئة اللي هي أعلى شوية، اللي هي الفئة المتوسطة، بتبقى التورنادو موديل الدبليو دبليو، موديل الدبليو دبليو، ودي بتبقى عامله 2250. وعندك الرافال اللي هي الفريش 1135، دي جمله 1150، دي بتتباع قطاعي في محلات بره، وممكن اغلى من كده شويه. نخش بعد كده على المراوح اللي هي الفئه المتوسطه العليا. في المتوسطه خلاص في حجازي عندك، وفي كمان اللي هي نوفال، وفي عندك مروحه كمان اللي هي كريستال، وبعد كده كسل. نخش بعد كده على المروحة اللي هي الفئة المتوسطة العليا، ودي بتحتل مروحة مهمة جدا اللي هي التورنادو الاتش ديت، اللي هي زي توشيبا القديمة، يعني مش زيها قوي بس هي نفس الكواليتي، نفس الملف النحاس، نفس يعني التقل قريب شوية. فمروحة محترمة جدا. وبعد كده بتخش على الموديل الأغلى اللي هو باناسونيك السقف، ودي عاملة 2600 جنيه، ودي أحلى مروحة وأجمد مروحة في السوق، دي ماليزي تقفيل مصر. هنخش بعد كده على المراوح اللي هي بتبقى بقى إيه؟ كاريوكا. والمراوح الكاريوكا ركز معايا، اللي هي بتبقى في السقف بتلف 360 درجة، أكيد أنت عارف. ونبدأ بأسعارها عشان تبقى أنت فاهم الدنيا ماشية إزاي. أسعار الكاريوكا: التورنادو ب2000 جنيه، وبعد كده عندك الفريش 1320 جنيه، وبعد كده عندك كرنفال ب 800 جنيه، كرنفال دي الشعب. وبعد كده في موديلات عندك تانية كتير، بس انا بقول لك على الثلاث موديلات اللي هم شغالين وفعالين بشكل دايم. وبعد كده بتخش بقى على المراوح البوكس، والمراوح البوكس ديت هتوفر فلوسك، بدل ما انت مش قادر تشتري مروحه فريش اللي هي الشبح ب 1600 جنيه و1700 جنيه برمود اللي هي ال 16، لا انت عايز تجيب بقى حاجه تكون كويسه، ومش عايز تجيب حاجه شعبي لان الشعبي وصلت 900 جنيه و1000 جنيه، فانت عايز تجيب حاجه كويسه وتكون ماركه طبعا. فنبدا اول حاجه بالبوكس. البوكس ال 12 الفريش عامله 815 جنيه. بعد كده تخش على البوكس القمر اللي هي من غير تايمر، لا البوكس الماجيك اللي هي من غير تايمر ب 1000 جنيه، بالتايمر اللي هي القمر 1060 جنيه. وبعد كده تخش على الدائريه، الدائريه ديت ب 1275. وبعد كده تخش على بوكس ارضي، في حاجه اسمها بوكس ارضي كده تبعنا هنا تبع المحل ب 1275 جنيه، دي بتبقى في الارض وبتقدر تتحكم فيها يمين شمال فوق تحت الكلام دوت. وبعد كده بتخش على اللي هي المكتب، والمكتب ديت ليها ميزات كتير قوي، وبتجيب هوا بشكل كويس قوي، ولا تقل اهميه عن المراوح اللي هي السقف والحائط والكلام دوت. فانت بتبدا في المكتب التورنادو، ودي عامله 1335. وفي مكتب تورنادو تانية ب 1435، يعني 1335 و 1435 بتختلف في التايمر، دي فيها ودي ما فيهاش، مش قوة الموتور لا. وبعد كده بتخش على الفريش المكتب، الفريش المكتب 1050، وفي حاجة سمارت 935. ودوت كده انا قلت لك على افضل الاسعار وافضل المراوح اللي انت ممكن تستخدمها في الصيف وممكن تجيبها. خليك بقى في الفيديو الجاي، عشان الفيديو الجاي هكلمك على العمودي ايه الافضل اللي انت تجيبه اسعاره ايه، وهكلمك كمان على الحائط وهقول لك الافضل وهتجيب ايه. بس اهم حاجة تعمل اللايك وتصلي على النبي وتدعي لاهلنا في غزة، وكمان تعرف غيرك. وسلام.